اللهم صل على حبيبي المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من رمضان وبعد العيد كمان. تعالوا هنعمل النهارده حاجه منتشره جدا في الاسواق وكل الاطفال بتحبها. انا ما شفتش طفل فعلا مش في ايده الحلوه دي. هي ايه هي؟ تعالوا نشوفها مع بعض ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو القمر ده هنعمله مع بعض ازاي. بصوا شايفين متماسك ازاي وجميل. الحلوه دي صيفيه وكمان ما بتظهرش غير في الصيف. تعالوا بقى نسمي بسم الله تاني ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندنا كده تفاح صغير صغنطوط كده، الكيلو منه ب 18 جنيه. والتفاح ده ما بيظهرش طبعا غير الايام دي، خلاص. وكل الاطفال بتحبه وكل الاطفال بتبقى عايزه تعرف ده ايه ومعمول ازاي. انا عن نفسي ولادي لما شافوه وانا جايه طبعا قالوا لي يا ماما احنا عايزين من ده، وما كانوش يعني ما كانوش عارفين ده ايه. بس انا عرفتهم ان ده اسمه تفاح بعسل. قالوا لي خلاص يا ماما هشتري لنا. قلت لهم لا، هنعمله في البيت، انا مش ضمني معمول ازاي. تعالوا بقى هنعمله مع بعض. عندنا كده كان عندي شويه عسل في التلاجة، طلعتهم وحطيتهم على النار، غلوا كده زي ما انتم شايفين. غلي غلوتين ورحت عصر عليه نص ليمونه. ما تكتريش علشان ما يمسكش معاكي قوي، مش هتعرفي تشتغلي فيه. خلاص بعد ما عندي العسل خد غلوتين كمان مع الليمون اللي احنا عصرناه، هنهدي عليه النار خالص شمعة. ما تعليش النار علشان ما يمسكش ويكرمل ويبقى عامل زي كده ايه، الحجر في ايدك. هنا هنختبره. هناخد حبة او نقطة كده في الطبق، وهنبتدي ان احنا نشوف القوام بتاعه. لو تقيل يبقى تمام زي الفل. هنبتدي نغلف العسل بتاعنا. بصوا انا حتى بختبره كمان بالمية علشان اشوفه قوة التماسك بتاعته وصلت لغاية فين. كده تمام وزي الفل. عندك بقى خلة بتاعت اسنان كده هاتيها، او عندك العيدان بتاعت الشيش طاووق برضو مفيش اي مشكلة. شوكة مقوار اي حاجة، اشتغلي باي حاجة عندك. مش شرط يكون متوفر عندك كل اللي انا بقوله ده، انا يعني علشان نخلي شكله جميل والاطفال تحبه. هنا هبتدي بقى يعني احط التفاح بتاعنا في قلب العسل واغرقه كله بالعسل بتاعنا اللي احنا عملناه. ما تنسيش يا قمر تعملي لي لايك على الفيديو ده، وكمان تشيري الفيديو عشان يوصل لكل اصحابك وكل حبايبك، وكمان ترفعي لي الفيديو بالاشتراكات وتشيري الفيديو كتير كتير. واهم حاجه عندي ان انت تصلي على الحبيب المصطفى. طول ما احنا مع بعض في الفيديو بالله عليكم ما تنسوش ان انتوا تذكروا معايا الله، وكمان تقولوا اللهم صل على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم، لعلها تكون صدقه جاريه ليا باذن الله، وكمان صدقه جاريه ليكم باذن الرحمن. تمام كده. هنعمل معاكم واحده كمان، ادي واحده كمان اهي. هنبتدي بقى يعني كل ما العسل بتاعك يبقى على النار عمره ما هيمسك معاكي، بس اهم حاجة ان انت تعمليه بسرعة جدا علشان العسل ده بيبتدي ان هو يجمد، يبقى هيقرمش معاكي، مش هتعرفي تعملي اي حاجة. وبكده نكون خلصنا ايه التفاح بعسل بتاعنا. شايفين عملناه في البيت واحنا ضامنين طبعا ان هو نضيف جدا، ضامنين العسل اللي احنا جايبينه نضيف جدا. ما تنسوش بالله عليكم لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش في القناة. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. شايفين القمر؟ ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى.